نادي الاتحاد اليوم أصدر بيان طويل يؤكد فيه نادي الاتحاد متمثلا في مجلس إدارته وجماهير العريضة وكافة منسوبيه من لاعبين وإداريين وفنيين أنهم يشعرون بالأسف الشديد تجاه ما يتعرض له ناديهم من الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه المختلفة من أخطاء وقرارات مجحفة في حق نادي الاتحاد ترتبت عليها سلب كافة الجهود بأخطاء غريبة وتبريرات واهية على حد تعبير البيان. ويضيف بيان نادي الاتحاد بداية من ما صاحب فترة التسجيل من قرارات مجحفة بحق النادي من قبل لجنة الاحتراف وما يحدث من أخطاء تحكيمية، وانتهاء بمواصلة السكوت على ما يصدر من جماهير بعض الأندية من عبارات عنصرية تجاه نادي الاتحاد ولاعبيه. فالأخطاء التحكيمية الفادحة والمتكررة التي يتعرض لها فريق الاتحاد في مسابقة دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، والتي تسببت في مصادرة نقاط مؤثرة كان آخرها في مباراة يوم أمس أمام الهلال، وقبلها مباراة العروبة، لا يمكن وصفها بالتقديرية كما درجت لجنة الحكام على وصفها، وينطبق عليها المثل القائل: من أمن العقوبة أساء الأدب. يذهب ضحيتها نادي الاتحاد وتضيع معها كافة الجهود في فصل جديد من فصول ما يتعرض له النادي. فما حدث في مواجهة العروبة تكرر في مباراة الهلال، حيث ارتكب حكم اللقاء صالح الهذلول أخطاء غيرت مجريات اللقاء، منها على وجه التحديد تغاضى عن منح لاعب الهلال ناصر الشمراني العقوبة الإدارية المناسبة نتيجة تهوره في الاندفاع نحو حارس الاتحاد مبروك زاي، ثانيا عدم منحه مدافع نادي الهلال الكوري البطاقة الصفراء الثانية أثر إعاقته الواضحة والصريحة على حد تعبير نادي الاتحاد لمهاجم نادي الاتحاد مختار فلاتة وهو في طريقه نحو المرمى، وعدم اتخاذ القرار الصحيح وهو الطرد في هذه الحالة يعد مؤثرا جدا في سير المباراة. ثالثا إغفال احتساب خطأ واضح للاعب نادي الاتحاد معن الخضري بعد إعاقته من لاعب الهلال تياغو نيفيز، أسفر عنه هجمة عكسية نتج عنها الهدف الثالث. يضيف البيان: والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها تصرفات جماهير الأندية الأخرى وما يصدر عنها من عبارات عنصرية تتكرر دوما، وكان آخرها في لقاء يوم أمس وهي المرفوضة في العالم أجمع، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أصدر العديد من الأنظمة والقوانين التي تحارب هذه الظاهرة، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يتجاهل العمل بها. ويضاف إلى ذلك عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة لحافلة النادي عند توجهها من الفندق إلى الملعب، كما يتم مع كافة الفرق قبل مبارياتها. فما يتعرض له نادي الاتحاد من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاحتراف والحكام والانضباط، أمر يثار أمامه الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات، والتي تتركز حول لماذا نادي الاتحاد فقط. وأمام ما يتعرض له نادينا من إجحاف من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، فإن مجلس إدارة نادي الاتحاد لن يقف موقف المتفرج، وسوف يتحرك ويتخذ كافة السبل والإجراءات التي يرى أنها تحافظ على حقوق نادي الاتحاد، حيث سيتم رفع تظلم يضم كافة ما تعرض له نادي الاتحاد من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه إلى الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، المرجع الرئيسي لنا جميعا. ونحن على يقين بأن سموه لا يقبل الظلم على أي نادي سعودي للاستنارة برأيه وتوجيهاته حيال أفضل السبل الممكنة، والتي سنتبعها محليا ودوليا لحفظ حقوق نادينا. فنحن لا نطالب المحاباة في المعاملة، ولكن الإنصاف أمام قرارات لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم واستنزاف النقاط بقرارات الحكام.